يلا علشان نجهز اللانش بوكس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعالوا، لانش بوكس جميل جدا وسهل وسريع. اول حاجه كده معانا ازازه من العصير، وكمان كيس فلامانكو بطعم الجبنه، وكمان ده كيس شيبسي اللي هو تايجر، وكمان ده الشوكيز اللي هو زي الايه الكوكيز. شوكيز ده طبعا تبع بلبن، وكمان معاهم سندوتشات من النوتيلا. تعالوا الاول بفرجكم حاجه حاجه. دي ازازه من العصير، وكمان ده كيس الفلامانكو، وكمان ده كيس الشيبسي اللي هو التايجر بطعم الجمبري. وكمان تعالوا موريكم ده الشوكيز اللي قدامكم، ده الشوكيز طبعا من بلبن. ده عيش توست عليه النوتيلا، وكمان دي سندوتشات جبنه رومي، وكمان سندوتشات لانشون. حطيت اللايك ولا لسه؟ لو لسه ما حطيتيش اللايك ارجعي حطي اللايك وتعالي كملي الفيديو علشان تستفادي. انا في قناتي هنا بقدم لكم اكلات ومشروبات وفلوجات ومشتريات وماسكات هتستفادي منها جدا، وبقدم وصفات حلوه جدا هتعجبك، وكمان فلوجات في اماكن كتير هتعجبك برضو. وكمان بقدم لك اللانش بوكس علشان تستفادي وتعرفي هتدي اطفالك ايه وهم رايحين المدرسه. انا بديكوا افكار لللانش بوكس. تعالوا يلا علشان اكمل معاكم. اهو دي سندوتشات النوتيلا عاملاها في ايه، في عيش التوست، وكمان دي سندوتشات اللانشون، وكمان سندوتشات الجبنه الرومي. طبعا في ناس هتطلع تقول لي انتي مديه نوتيلا ساندوتشين، وكمان الشوكيز عليه شوكولاته كده سكريات كتير، وكمان العصير. يا جماعه مثلا انا اديتها 4 من الشوكيز علشان لو هي اكلت مع حد من صحابها. كمان النوتيلا مثلا هي اكلت ساندوتش، حد من صحابها اكل ساندوتش كده، فلازم اديها بزياده علشان لو حد حب ياكل منها يكون في بزياده، محدش ايه يكون عايز وهي مش تعرف تديله. فانا مثلا بديها 2 نوتيلا، انا عارفه ان 2 نوتيلا كتير، سكريات كتير، بس انا مديها مثلا عشان لو واحده من صاحباتها اخدوا 1 نوتيلا مثلا، حد اخد شوكيس كده، يبقى فيه بزياده. هو ده فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للقناه وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكوا كل جديد. بحبكم يا احلى ناس في الدنيا. مع السلامه.